السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتنا نسخة كتاب الامتحان للصف الأول الإعدادي، وطبعا انتوا عارفين ان المنهج جديد واحنا كنا مستعجلين على نسخة الكتاب، والحمد لله انها وصلت سريعا. نشكر كتاب الامتحان. طبعا زي ما انت شايف كده هنتابع كل جديد عن المنهج، لان احنا كمعلمين طبعا لازم نذاكر المنهج قبل ما ندرسه لاولادنا وابنائنا الطلاب والطالبات. زي ما انت شايف الوحدة الاولى اسمها هويتي، والوحدة الثانية هواياتي. طبعا عندنا في نص اسمه نص استماع اسمه فجر الحضارة. وطبعا انت بتتناول ايه؟ نص الاستماع ده المعلم بيقول فقرات وبعد كده يسأل عليها، والطالب بيستمع عن شبع الانجليزي كده، وبتدرسها بقى مع قواعد الاملاء زي همزة القطع والف الوصل اهو هنا. وبعد كده بناخد مقطع من رواية زينب. عندنا بعد كده الدرس الثاني مقال مصر هذه هي التي ستبقى. وبعد كده بقى التعبير الكتابي، وفي مقال وصف مكان. ونشوف مع بعض كده النص ده. هقدم فيديو يعني النهاردة بإذن الله إن شاء الله هقدم فيديو نقرأ فيه نص الاستماع. شوف زي ما هو عامل لك كده ايه يعني اللي هو الهيدفون دي اللي هي زي هو بيسمع نص فجر الحضارة. طبعا فقرات يعني هو متقسم فقرات. الفقرة الأولى اهي المعلم بيقرأها، وممكن ولي الامر على فكرة يقرأها، والطالب يسمع يسمع وبعد كده يقول له شوية اسئلة. طبعا بالنسبة للكتاب الخارجي اهو الامتحان عندنا اهو، او اي كتاب تاني الاضواء كلهم حلوين. فبعد ما بيسمع ادي هنا الاسئلة على ايه الفقرة الاولى. فهو نص استماع شبه الانجليش كده، زي ما احنا بنعمل كده في الانجليزي بتاع اخر السنة. السؤال الاول بيكون نص استماع، وبيجي المعلم ويقرأ وبعد كده يقول اسئلة والطالب يجاوب نفس الانجليزي كده، وفكرة اللغة الإنجليزية. ادي هي الفقرة الثانية، المعلم أو ولي الأمر هيقرأها، وبعد كده الأسئلة بتاعتها. وإن شاء الله الفيديو القادم بإذن الله النهاردة إن شاء الله هنقرأ الفقرات دي وهنقول الأسئلة عليها. وطبعا ده هنقدمه في قناة تبسيط المعرفة. وطبعا قناة تبسيط المعرفة كان منهج الصف الأول الإعدادي كان مشروح كله بأسئلته ببابا غنون وكل حاجة، بس طبعا دلوقتي خلاص بقى احنا هنعمل الجديد بقى ان شاء الله، وهنقدم بقى فيديوهات علشان المنهج الجديد ونمشي فيه. وبصراحة المنهج حلو وجميل وبيحتاج ان المعلم يكون يقظ بقى. وحكاية الحفظ الحمد لله انا بالنسبة لي عمري ما قلت للعيال احفظوا، هو المنهج مش قائم على الحفظ خالص. يمكن الحفظ يعني موجود طبعا وما نقدرش نقول ما فيش حفظ نهائيا، لكن لا، الاهم حاجة الفهم. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. والله انا طول عمري بعمل كده مع الطلاب بتوعي، الفهم. عمري ما قلت لهم تعالوا يا اولاد على الاسئله واجابتها واحفظوا. هم العيال كانوا يقولوا لي احفظ يا ابله، اقول لهم لا ما تحفظوش، ذاكروا. ويمكن ده ما كانش بيعجب ولي الامر احيانا، لان هو مش فاهم بصراحه ان الفهم هو اهم حاجه. وان شاء الله تباعا كده هنقدم لكم ان شاء الله كل يوم باذن الله، وربنا قدرنا كل يوم فيديو شرح، او يعني نشوف النص هنا مثلا اسمه قصيدة بني مصر لعباس محمود العقاد. هنقرأها بقى ان شاء الله، وهقدمها في فيديوهات، وهقدم شرح ان شاء الله، ونشوف الطريقة الحديثة في الشرح. وانا بتابع كل جديد معاكم، وشكرا لكم. تحياتي هويدا حسان، قناة تبسيط المعرفة. وان شاء الله برضو انا منتظرة بقى الناس تشجعني، عشان انا متحمسة ان كل يوم اعمل فيديو. وطبعا انا بطلع على كل جديد وقاعدة قدام النت ومستنية كل حاجة جديدة، ومتحمسة جدا جدا، وعجبني المنهج جدا جدا. بس الحاجات اللي هي ما كانتش عجباني انا قلتها في الفيديو اللي فات، فمش هكررها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.